أنا ليلى عصير، أختها لطيفة عصير. أنا جوزفين، أما لكريستال أو شارة. أنا أمل الضحية رولا يعقوب. أنا أمل منال. أنا أم لفاطمة اللي قتل جوزها وخنقها. بدي أنزل على الطريق، بدي أعيل صوتي، بدي أقول لهم بدي العدالة، بدي حق بنتي. لن تكون هذه القافلة الأولى والأخيرة، غيرهن قتلن حرقا أو اغتصبن بعد القتل أو شهر بسمعتهن ليستفيد القاتل من الأسباب التخفيفية لجريمته. في لبنان لا تزال المرأة تقتل ولقاتلها أعذار أو أقله قانون لا يحاسبه، قانون ينتظر إقراره حل الخلافات السياسية لفتح باب التشريع. بدليل شو؟ فيها تطلق من دون موافقته، فيها تقول له طالق وتمشي. بدليل شو؟ فيها تتجوز عليه. بدليل شو؟ انه وين الادله اللي بتقول انه المراه مثل الزوج؟ حتى كنا نقول عند الطوائف المسيحيه ما في زواج، صاروا عم بيتحايلوا على القانون، عم بيروحوا بغيروا دينهم وبيتزوجوا عليها وبيتركوها لا معلقه ولا مطلقه. هي فيها تعمل هيدا الشيء؟ قد تنقسم الآراء حول نوعية المجتمع اللبناني، مجتمع يغلب فيه الطابع الذكوري مهما اختلفت الأزمان وتطورت. في قانون بيحمي حقوق المرأة، هيدا لازم يقروا. هلا هدوليك خلافات زوجية، يعني ما بعرف شو المشكلة لعمل هالشيء هيدا. هيقتل؟ حسب ما هو شو تربيته. بحاجة لدعم، أول شيء دعم أهل بيتها تتنمى تقوى فيهم. إذا ما كانش في عندها قوة ببيتها ما فيها تعمل شيء. هلا العالم عم تتطور، العالم هو بالنسبة للعالم هو الغرب بس. الغرب إذا بيشوف هذا الشيء حق إعدام. نحن هون بلبنان ما عندنا إعدام. لازم تبلغ، لازم تحكي، لازم تتشكى على يلي عم يعمل فيها هيك. السياسية لازم يهتموا لهيدا الوضع أهم شيء، يعني عشان هن بشو أصلا عم يهتموا. بعتقد اخذ حقوقها واكثر من اللزوم. والعنف اللي عم بينمارس ضد المرأة، هيدا العنف في له اسباب عائليه، في عنده اسباب عائليه، ياما رجال عم ينتحروا ما عم يعرفوا الاسباب ليه، معناتها انه في وراها مرأة. في 8 آذار ستخرج الهيئات النسائية ليقولن كفى لمجلس نيابي يمارس العنف ضد النساء في ظله مع حلول اليوم العالمي للمرأة. المجلس النيابي ما عادش عنده ولا أي حجة إنه ما يحط القانون على جدول الأعمال. الرسالة الثانية هي للقضاء، لموضوع العدالة، لأنه عم نحس بكل ملف قتل نساء عم بيتم التفتيش على أسباب تخفيفية، يعني بنفتش كيف يعترف لنخفف له جريمته، يعني وكأنه في عقلية اجتماعية عم بيتسلح فيها الزوج انه ممنوع المرأة تقرر تنفصل عنه لمجرد انها هي ماخذة هيدا القرار ما بيحق لها. فيا سيدات لبنان، حذاري من الخلافات تحت السقف الواحد، لأن حياتكن رهن أهواء السياسة.